السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى في الفيديو زي ما انتم شايفين كده من العنوان هنعمل شوية حاجات كده بالفراخ. اول حاجة هعمل برجر، دي بصلاية، وهنا بصوا هنا انا مقسمة، هنا هعمل بانيه، وهنا هعمل شاورما، وهنا هعمل شيش طاووق. فمقسمة كل حاجة، هي نقعاهم شوية ليمون وشوية جنزبيل. تمام. طيب هنا اول حاجة، هنا دي صدر فرخة، ومعاها نقول مثلا ورك، يعني خدت شويه كده من الشيش طاووق يدونا طعم وكده. وزي ما انتم شايفين كده ايه، الصدر، يعني الفرخه بيبقى صدرين، انا عامله صدر واحد بس. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا هنا حطيت شويه فلفل اسود، شويه كركم، شويه دبس الرمان. هعمل اول حاجه البرجر، وشويه سماق، ومعلقتين بقسماط، معلقتين كبار، وملح مبهر معلقه، وقرفه، وايه تاني، وكزبره، وروزماري ربع معلقه، وبس. وحطيت شويه للتوابل دي، اللي هي التوابل المشويه دي، بتدي ريحه كده حلوه، هي للحمه بس، قلت ايه ربع معلقه كده مش هتعمل حاجه، تدي ريحه حلوه. ودبس الرمان ما عندكيش حطي سماق، حطي اسمه ايه، صويا صوص. واحط هنا كده عصرة ليمونة، عصرة صغنطوطة كده خالص اهي، بس مش اكتر من كده، حسب طبعا البذر. وهخلطهم تاني، في بذرايه اهي، بس كده نص ليمونة بالظبط. بغسل ايدي وهخلطهم بقى تاني كلهم. بصوا هنا قطعت الشاورما، بحب اقطعها بالمقص، المقص ده بيتعقم بعد كده طبعا. قطعت الشاورما كده، وهنا ده البانيه، فهي نفس التوابل يعني. تمام. بصوا انا بصفي الحاجه كده، لازم تصفوها كده بالمصفى الصغيره دي، كله تصفى كده. دلوقتي بقى هشيلها من المصفى، احطها في الطبق، وهقول لكم بقى دي التوابل دي انا حطاها كده ايه للسرعه. بصوا، كمون وقرفه وشطه وورق لوري وكزبره وحبهان وبابريكا وروزماري، ما تكونش دعوه بالخط طبعا، وبصل وسماق وكركم. فهحط معلقه من هنا ومعلقه من هنا ومعلقه ملح ومعلقه ملح، وهنشوف هنحط ايه. بصوا حطيت البهارات، وحطيت شويه من البهارات دي، شويه صغيره، وشويه هنا، وحطيت معلقه عسل، وهنا معلقه زبادي اهو، بقيه الزبادي اهو، وهنا معلقه ايه، ما هنا معلقتين زبادي وهنا معلقتين زبادي، ومعلقه عسل ومعلقه عسل، والبهارات اللي انا قلت لكم عليها. هحط بقى شويه ملح بس صغيرين، يعني حطوا مثلا، بتحطوا معلقه حطوا نص معلقه، لان دي هتتشال. عملت البانيه، وهنا الشاورما حطيتهم في كيس كده. كنت بصراحه عايزه اعمل البانيه في التتبيله وكده يبقى جاهز على القلي، بس بصراحه مش قادره خالص. ودلوقتي بقى جبت خلطه الشيش طاووق، بصراحه اول مره اجربها. حطيت عليها معلقه عسل، وهما كاتبين ان انت تحطي عليها كوب زبادي. انا بصراحه ما حطيتش الكوب، انا حطيت اللي هو معلقتين. وبصوا دي عشان انا بحب الصدور بس ما بحبش الوراك، فحطيت الصدر زي ما هو كده، وبعد كده بقطعه يعني اهو. بيقول تخلطيها مع ده، واسمه ايه دوت، قولوا معايا، في معلقتين زيت كمان، بس انا مش هحط الزيت طبعا غير على القلي وانا بعمله يعني. هخلط بقى دول كويس قوي قوي قوي، وهرجع لكم تاني اهو. كتبت عليهم كده ما تكونش دعوه بالخط طبعا، وبس كده، عشان طبعا لما بيتعملوا ما بعرفهمش يعني من بعض بصراحه، وبتوه. ولسه بقى البرجر، بس هدخله التلاجة ايه يسقع سنه، عشان يعني اعمله بقى حلو. في المعركة عملت البرجر، عملوا حوالي 10 من كيلو صدور. وهنا عملت الشيش والبانيه والشاورما من كيلو. انا كنت جايبه كيلو بانيه، وكيلو شيش، وايه تاني، وكيلو صدور اللي هو صدرين على بعض يعني. كيلو بانيه وكيلو صدور وكيلو شيش، عملوا لي ايه 4 اصناف، اللي هو الشاورما والشيش. وعملت بقى ايه البرجر اهو، ولا خليته كبير ولا صغير، بس عايز يتحط بقى في التلاجة عشان يجمد. وما كترتش زي ما انتوا شفتوا في البقسماط معلقتين كبار. وهوريكم وهو انا بسويه ان شاء الله.
بس كده خلاص. تعالوا بقى نشوف المشتريات. للاسف مش عارفه اسعارهم قوي، بس انصحكم ان انتوا تجيبوا فيري او بريل، بس هو فيري اكتر. ما تجيبوش الصابون السائل من عند الناس بتاع الصابون، بالذات بتاع المواعين، مش حلو زي الميه. والكيلو بصوا يعني ما يكملش معاكم يومين، لكن دي الازازه بجد مش عارفه 650 لتر تقريبا، يعني كيلو الا ربع. وعايزه اقول لكم بتقعد معاكم شهر وشهرين يعني، وما بتخشنش الايد زي التاني ابدا. فانصحكم ان انتوا تجيبوا دوت وبشده. ودوت دوني ريحته حلوه قوي ده، بس انا طبعا بحب التاني اللي هو بعطر الفخامه اللي هو لونه جولد. انا بحبه قوي 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 يعني. بحبه كمان كمعطر، بحطه ساعات في ميه في الازازه واقعد ابخبخ كده في كل حاجه، على لانه طبعا مش مضر على الهدوم، على الملايات، على المخدات، على الستاير. فطبعا هو مش مضر خالص. ساعات اما بكون مثلا برص الدولاب افتح كده احطه واقفل تاني، فحلو قوي قوي. المهم كنت عايزه اقول لكم ايه، ودوت عشان السنين، وجبت كمان شامبو، وجبت دواء بتاع الاسنان، وجبت الاريال دوت 5 كيلو اوتوماتيك. الاوتوماتيك والفوق الاوتوماتيك، على فكره الفوق اوتوماتيك بياخد 5 كيلو يعني بياخد الاريال الاوتوماتيك يعني. دوت 5 كيلو، وبيقولوا كيلو مجانا، وفي دوني، بس هو انا مش شامه ان هو ريحه دوني. انا بفضل طبعا البرسيل جل، بس دوت كويس يعني بيقعد عندي فتره. البودر بيقعد عندي فتره اكتر من الجل. طيب وجبت كمان البامبرز بقى مقاس 5. عايزه اقول لكم ان البامبرز دوت وحش قوي 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 قوي، لكن البامبر السعودي لا يعلى عليه، لا يعلى عليه يعني لو سبتي ابنك طول النهار ما ولا يجي ورا له اي شيء. لكن البامبرز دوت اسوأ شيء في الحياه. هم بيقولوا ان هم عملوه بزيت الزيتون، ولا اي حاجه، صدقوني ولا اي حاجه، ولا زيت الزيتون فارق ولا اي حاجه يعني. وحش قوي، سواء هو او مولفكس او ايه تاني، في تاني مش عارفه اسمه ايه كده، وحشين خالص خالص. مفيش ده بانتي، مفيش احسن من السعودي بجد، مفيش احسن. طبعا هو غالي جدا وسعره رفع. عايزه اقول لكم حلو قوي. عايزه اقول لكم ان ده ساعات كده لو سبتيه مثلا 4 ساعات مثلا تلاقي تفرتك من بعض، والبودر اللي جواه نزل وبهدلك الدنيا يعني. اوحش حاجه في الدنيا، اوحش حاجه بجد في الدنيا البامبرز ده. ف لو انتي بتجيبي بيبي، احسن حاجه للسعودي، احسن حاجه. لما بتستخدمي مرهم تسلخات، لا بتستخدمي صودو كريم، لا بتستخدمي اي حاجه، وما بتبقيش قلقانه لو ابنك او بنتك قاعد طول النهار، ولا عمر البيبي يشتكي منه ولا اي شيء. انا عايزه اقول لكم ان دوت، بصوا لو ايه البيبي، بصوا عندي بنوتي تشتكي منه تقولي لا لهوني على طول وتعيط، ولازم بقى مراهم تسلخات 24 ساعه كل مره بدهنه. لكن التاني الصغير ده لو ما فيش اصلا ما بدهنش بصراحه، لانه بصراحه حلو قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم الهيربل دوت حلو بيطول الشعر وانواعه كلها كويسه يعني. بس يعني بس سيبكم المكتوب عليه يعني. هو البلسم بتاعه حلو قوي قوي قوي، لكن الشامبو يعني حاسه ان هو عادي يعني، الدنيا عاديه. وان شاء الله اعمل لكم حلقه قريبه قوي عن فيديو يعني عن الخيط بتاع السنان ده حلو قوي برضو، عن الانواع الشاور. هيبقى فيديو حلو. او الفيديو اللي جاي ان شاء الله انا بحمله اقوم اصوره بس كده، عشان بس الدنيا تعب قوي الايام ديت، وخلع ضرسي يعني، والجو ساقع قوي، وربنا يعيننا جميعا. بس كده، فهي دي المشتريات. وربنا يا رب يكرمنا جميعا كده ويوسع علينا جميعا ويرزقنا كل اللي بنتمناه. وصدقوني الحاجات اللي بنعملها، الاكل والحاجات اللي الجاهزه بتوفر كتير، خصوصا لو عندي بيبيهات وفي الجو شتاء وكده. كمان الدنيا بقت غلا وكل يوم بسعر يعني، فربنا يرحمنا برحمته. بس كده، دي كانت الفيديو المشتريات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. هنشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين ايه فيديوهات جايه، لاني الفتره دي مكسله قوي قوي قوي.
عشان بس ربنا يكرم اول يعني حاجه بيسرب، تاني حاجه ونرجع لنشاطنا تاني. مش بصراحة مكسلة عن بيعمل القناة حساسيه لاني يعني البنوتي. مش شايفة فيه بس بقى تشجيع، جبته بس ربنا خلاص، يكرم دول ان شاء الله. 52 اشوفكم على خير، بانتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاس 5.